نفسي اتجوز احلام، خليها كويسه واجيب منها عيال كتير. ازيكم عاملين ايه؟ لايك فولو سبسكرايب ويلا بينا نبدأ. إبراهيم نفسه يتجوز أحلام، شاب فقير كان نفسه يلعب كورة وهو صغير يبقى معاه فلوس كتير. أحلام بتحبه وبتموت فيه، شغالة في كوافيرة مع أختها في محل صغير. قال لها بعد الجواز تقعدي في البيت وأصرف عليكي 100 جنيه ب 10,000. وأحلام شخص بسيط عليه ديون، صاحب بهيمة، فبيضطر تحت الضغط يجوزه أحلام، تخليص حق وتخليص لديونه. هيما عنده أخ ذوي الاحتياجات الخاصة، فبيروح ليه؟ هيما بيروح لأبو أحلام بيقول له أنت فاكر إنك ممكن تكسب كل حاجة؟ هنا ده كلام أبو أحلام. هيما بيقول له لازم حاجات تبقى راجل وتقول أنا خسرتها. هيما بيرد بيقول له هي خسرتها لي ودي البيضة تسوى بينهم وبينه وبين صاحبه. هو بيحدد له الفرح وبتبقى عايزة تهرب وبتهرب بالفعل، وصاحب هيما بيموت وأحلام هي المتهم الرئيسي. في ناس تانية من المتهم التاني عظيمة أبوها زهقان منه وكمان مش عاوز أخته يتجوز اللي بتحبه براجل غني هيتكفل بعلاجها كامل مقابل إنها تسيب هيما وتبقى معاه. كمان هيوقف لها محامي عشان يترافع عنها في قضيتها ويحاول يطلعها براءة لما البوليس بيقبض عليها. هيما بيقول لها الراجل الغني يستغرب إنه اختارها بالرغم إنه عارف إنها ممكن تموت أو إنها تتعدم. بعد كده هيما بيروح بيحاول يطلعها براءة إنه يثبت مين القاتل الحقيقي. والتحدي هنا هي حتى لو خرجت من السجن هتعيش قد إيه؟ وهيما هنا بيقف تحدي حقيقي لأنه بيخسرها بالفعل، بتموت إنها بتموت ضمن الأحداث. هيما هنا بيفتكر لما الراجل الثاني قال له معايا هتعيش معاك هتموت، وهنا كان يقصد كده، وبيفضل يلوم نفسه ليه ما سابهاش مقابل إنها تعيش. الأحداث على المسلسل ما تنسوش لايك وسبسكرايب. انت نشوفكم فيديو جديد، سلام. الحمد لله على السلامة. عادة القلب والعقل ما بيقتنعوا، عنده 3 قلوب. اتكلم معايا يا عم انت. أنا وأنت عايزين نفس الحاجة، البنت دي تعيش وتتبسط. يقول له انا واحلام متفقين يا نعيش سوا يا نموت سوا. حبيبي يا بتاع قلب يا قمر. قطر يجي لك 1000 غيره. الحاجات دي والعياذ بالله بتجيب فطور. فطور أكل يعني؟ مفيش حد في الدنيا دي كلها بيعوض عن فراق الضمير. يا ما بتطلعش نعمل نفسنا مبسوطين؟ أحلام معايا هتعيش، معاك هتموت.